طبعا كلنا عارفين ان المنتخب المغربي عنده مباراة مهمة جدا جدا جدا، مباراة تنزانيا. وعايز اقول لك ان الاعلام الجزائري مش ساكت على طول. اول ما تعرف كده ان في مباراة للمنتخب المغربي، تعرف ان الاعلام الجزائري هيطلع ويتكلم ويقول لك اتوقع خسارة للمنتخب المغربي من منتخب تنزانيا مثلا 5-0. مش عارف، مع ان الرقم ده كبير قوي على منتخب المغرب. انا بتكلم بقى على منتخب المغرب دلوقتي، رقم كبير قوي. والمشكلة يا جماعة ان احنا بنسمع الكلام ده من الاعلام الجزائري ونشوف الكلام ده من الاعلام الجزائري، وتيجي وقت المباراة بسم الله ما شاء الله المنتخب المغربي يفرم المنتخب اللي بيواجهه. شفنا كتير جدا، وشفنا الاعلام الجزائري كان بيطلع يتكلم كتير جدا 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 ويقول لك ان المنتخب المغربي هيخسر بالخمسة وبالستة ومش عارف ايه وارقام بالعشرة. بيقول ارقام خيالية. معرفش، على طول شايف ان المنتخب المغربي ما يستحقش المكان اللي هو فيه. لكن انا واحد من الناس شايف منتخب المغرب منتخب قوي، منتخب كبير، منتخب طبعا بقيادة الكابتن طارق السكتيوي، منتخب قادر وبقوة ان هو يفوز ببطولة افريقيا المحليين ان شاء الله. يعني انا واحد من الناس بدعم جدا 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 المنتخب المغربي ان هو يفوز ببطولة افريقيا المحليين، خصوصا بقى ان منتخب الجزائر اللي المفروض منتخب قوي برضه، منتخب على كلام الاعلام بتاعه. كان واحد من الناس شايف ان منتخب الجزائر لا ما يعني لا يسوى شيء امام المنتخب المغربي. نتكلم بارقام، ده المنتخب المغربي. نتكلم بمهارة المنتخب المغربي، نتكلم بكل حاجة المنتخب المغربي. فانت بقى كاعلام جزائري ما تطلعش تتكلم وتقول لي ان منتخب الجزائر المغرب سيخسر من منتخب تنزانيا، وتطلع تتكلم اي كلام في اي كلام وخلاص. عايز اهم حاجة يا جماعة، لا الاعلام الجزائري ده صعبان عليا، بجد صعبان عليا. وشاطر قوي، وبيعرف يستفز المغاربة بطريقته. بمعنى ان هو ماشي بمقولة مثلا خالف تعرف. اه حلو، مقولة خالف تعرف او كلمة حلوة. امشي غلط الناس كلها تتكلم عليك، اعمل حاجة مختلفة الناس تتكلم عليك. فهو طبعا يتوقع خسارة المنتخب المغربي، مع العلم ان ده اعلام عربي، اعلام جزائري عربي. انا واحد من الناس ما بحبش انا اخش في تفاصيل واقول لك خالف تعرف. لا، انا بتمنى الفوز للمنتخب المغربي ان شاء الله في المباراة القادمة، وان شاء الله نشوفه يعني يعمل مباراة كويسة جدا ويتألق ان شاء الله، وده المتوقع. عايز اتصل على النبي الشريف القناة وشاء كل جديد حصر. السلام عليكم ورحمة الله.